أهلا وسهلا بيكم في حواديت سيما. رمضان قرب خلاص وكل سنة وانتم طيبين، وطبعا كلنا عارفين ان الدراما الرمضانية ليها طعم خاص في مصر، لكن قناة الحياة السنة دي محضرة لينا مفاجآت كتير ومسلسلات قوية ببطولة نجوم كبار وقصص مثيرة. خليكم معانا علشان نستعرض معاكم أبرز المسلسلات اللي هتعرضها قناة الحياة في رمضان، ونشوف ايه الأعمال اللي متحمسين ليها. لكن قبل ما نبدأ ما تنساش تصلي على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام، وتعمل لايك للفيديو وتشترك في القناة وتفعل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد، وتدعمنا بتعليق جميل علشان ده اللي بيخلينا نستمر. ويلا بينا نخش في الحلقة. 3 2 1 هوا. أول مسلسل معانا في قائمتنا وهو مسلسل حكيم باشا، من بطولة الفنان مصطفى شعبان ودينا فؤاد ورياض الخولي ومحمد نجاتي وميدو العدل وأحمد صيام وفتوح أحمد وهاجر الشرنوبي وهايدي رفعت. والمسلسل من إخراج أحمد خالد أمين. تدور أحداث المسلسل بين المزيج من الإثارة والتشويق، حيث يظهر الصراع بين الشخصيات في عالم الجريمة والفساد المرتبط بتجارة الآثار. والمسلسل مكون من 30 حلقة. وبعد كده معانا مسلسل ظل حيطة من بطولة الفنانة ياسمين صبري ونكولة معوض ووفاء عامر وهالة فاخر وعزت زين وعابد عناني ومها نصار. والعمل هيكون من تأليف محمد سيد بشير ومن إخراج شيرين عادل. تدور أحداث المسلسل حول الشخصية اللي بتلعبها ياسمين صبري، وإنها عايزة تنتقم من زوجها اللي بيخونها مع أقرب صاحبة ليها. والمسلسل هيكون مكون من 15 حلقة. والمسلسل اللي بعد كده معانا في قائمتنا وهو مسلسل الحلنجي من بطولة الفنان محمد رجب وأيتن عامر وعبير صبري وميمي جمال وسامي مغولي ومحمود قبيل وطارق صبري وهالة فاخر وأحمد وفيق ومحمد لطفي. وتدور أحداث مسلسل الحلنجي في إطار اجتماعي تشويقي كوميدي حول شخصية طه الحلنجي. المسلسل مكون من 30 حلقة. عندي ليك شغلانة حلوة أوي يا طه، عملية كبيرة. وبعد كده معانا مسلسل شهادة معاملة أطفال من بطولة الفنان محمد هنيدي ونهى عابدين وجيهان خليل وصبري فواز وسما إبراهيم ومحمود حافظ وخالد أنور وعدد كبير من الفنانين. وتدور أحداث المسلسل في إطار كوميدي، وبيجسد هنيدي شخصية محامي وبيدخل في غيبوبة وبيفوق بعد 20 سنة وبيواجه العديد من المواقف والمفارقات الكوميدية. والمسلسل هيكون مكون من 30 حلقة. ونيجي للمسلسل اللي بعد كده معانا وهو مسلسل عايشة الدور من بطولة الفنانة دنيا سمير غانم ومحمد كيلاني وأميرة أديب وفدوى عابد وماجد القلعي ومحمد ثروت، من إنتاج شركة المتحدة. وتلعب دور شخصية المطلقة وبتواجه العديد من المواقف والصعوبات وأنها بتحاول التغلب عليها بشكل كوميدي. والمسلسل هيكون مكون من 15 حلقة. ومعانا بعد كده مسلسل كنترول من بطولة الفنانة ريهام حجاج وبيشاركها العمل كمان عمرو السعيد وأحمد مجدي، وهو من تأليف أيمن سلامة ومن إخراج أحمد صالح. وتدور أحداث المسلسل في عالم الدارك ويب. والمسلسل هيكون مكون من 30 حلقة. والمسلسل اللي بعد كده معانا في قائمتنا وهو مسلسل أفلاطوني من بطولة الفنانة جميلة عوض، وده هيكون أول بطولة مطلقة ليها في رمضان. والمسلسل من تأليف وإخراج شريف الألفي وهيكون مكون من 15 حلقة. دي كانت لمحة عن مسلسلات قناة الحياة في رمضان 2025. قلنا في التعليقات ايه أكتر مسلسل مستنينه وايه توقعاتكم للموسم ده، وما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وتشتركوا في القناة علشان ما تفوتوش اي تفاصيل جديدة من حواديت سيما. رمضان كريم وكل سنة وانتم طيبين، ونشوفكم في فيديو جديد. سلام.